السلام عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الحلقة الجديدة والعدد الجديد من القناة ديالكم منبر الخبر. إذن دائما متابعة للتداعيات اللي خلفتها الطرد أو لا عدم قبول العضوية ديال الجزائر في منظمة بريكس، ما زلنا نتابع هذا الخبر وهذا الموضوع ونحاول أن نفصل وأن نقوم بالتغطية الحصرية على مدى تداعيات ديال هذا الرفض من قبل هذه المنظمة. اليوم كيخرج مدير ملف الشرق الأوسط بخارجية جنوب إفريقيا وكيقر وكيأكد البلاغ اللي خرج به المصدر المأذون من الوزارة الخارجية المغربية بأن المغرب لم يطلب الانضمام إلى هذه المنظمة. إذن هذا المدير أشرف سليمان يكذب الأطروحة ديال جنوب إفريقيا، اللي كشف العالم اللعبة التي كانت تريد أن يقع فيها المغرب، وذلك بإعاز من العسكر الجزائري، لأن جنوب إفريقيا وكما يعلم الجميع هي من احتضنت هذه القمة، وبالتالي كانت تعلم أن الجزائر غير مقبولة في بريكس، وحاولت أن تستدعي المغرب وتقول بأن المغرب حتى هو حط الطلب ديالو، وبالتالي تم الرفض ديالو من الانضمام. لكن المغرب فطن لهذه اللعبة وصدر البلاغ عبر المصدر المأذون وكيقول بأنه لم يتقدم بأي طلب للانضمام إلى مجموعة البريكس. إذن نشوفوا الأسباب اللي خلات الرفض ديال الجزائر. هناك عدة أسباب، الأسباب خصوصا اقتصادية، فالاقتصاد الجزائري فهو الاقتصاد متهالك ويعتمد فقط على المحروقات، بينما دول البريكس فهي تريد اقتصادات منفتحة ومتنوعة على عدة مجالات، منها صناعة السيارات والصناعات المختلفة، بينما النظام الجزائري أو النظام العسكر فهو فقط يبيع المحروقات لكي يقوم بشراء المعدات العسكرية، وأن يرشي بعض الأشخاص ويخسر هذه الفلوس كاملة على مرتزقة البوليزاريو في الفنادق الفخمة في جل أماكن العالم. ومن طبيعة الحال هذا هو الهدف ديالو والهدف من الوجود ديالو في الساحة، باش يبقى كما تنقولوا شاد السلطة في الجزائر، وبالتالي العداء الدائم للمملكة المغربية. إذن كيف ما قلنا فالجزائر تم الرفض ديالها بشكل كلي، والآن المشكل اللي أصبح عند الجزائر هو أن تم الضم ديال مصر وإثيوبيا عن إفريقيا والإمارات والعربية السعودية. الجزائر لم تستطع أن تقنع 5 أعضاء اللي هما الصين، روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، فما بالك أن تقنع هاد الناس اللي دخلوا معها من بعد المنظمات البريكس، هاد الدول الإمارات، خصوصا العداء اللي ولاتو مؤخرا الجزائر للإمارات والكلام الفاحش اللي تنطقوا به من جميع المنابر الجزائرية. إذن فكنظن فأصبح الآن من المستحيل على نظام العسكر باش يدخل لهذه المنظمة ديال بريكس. وكنزيدوا نقولوا بأن ضخت أموال اللي هي طائلة حوالي 1.5 مليار ديال الدولار في بنك البريكس على أساس أنها تقبل العضوية ديالها، ولكن للأسف هذا هذه السياسة البائسة والبائدة ديال النظام العسكر هي اللي جعلته دائما ما يفشل في الملتقيات العالمية. إذن فهذا الموضوع جد مهم، ما نرجعوا ليه بطبيعة الحال. إلا كانوا شي تفاصيل غادي نحاولوا نرجعوا ليهم، وبطبيعة الحال غنتركوكم مع هذا الفيديو ديال الكلمة ديال كما قلنا مدير ديال ملف الشرق الأوسط بخارجية جنوب إفريقيا، وكيثبت للعالم بأن المغرب لم يتقدم بأي طلب. هل لديكم رد بهذا الخصوص؟ لا، هناك من المفروض يكون الشورى بيننا، أو نحن نقول باللغة الإنجليزية كونسنسس بين زعماء من يدخل ومن لا يدخل، ولكن طلبت أن تدخل 23 دولة بينها المغرب. ليس المغرب، الجزائر. صحيح. كما شفتوا إخواني أخواتي، فأكد على اللسان ديالو بطبيعة الحال على اللسان ديال جنوب إفريقيا بأن المغرب لم يتقدم بأي طلب، رغم أن بعض المنابر الجزائرية كانت تسوقات وروجات بأن المغرب قدم الطلب ديالو وما بغاش يحضر وما إلى ذلك من الخزعبلات.
إذا هذا كل ما لدينا بالنسبة لهذه الحلقة. نتمنى أن المحتوى يكون في المستوى المطلوب. بالنسبة لهذه فرصة الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا يشجعونا إن شاء الله بالاشتراك ديالهم، وبطبيعة الحال بالتعاليق البناءة باش نزيدوا نطوروا من الفعالية ديال القناة ديالنا إن شاء الله. إذا دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة قادمة بحول الله.